الماتش اللي تايسون بين فيه أقوى وأشهر استعراض للقوة في مسيرته. في صيف 1988 العالم كله كان مستني مباراة عالمية ما بين الأيرون مان مايك تايسون بطل العالم بلا منازع قصاد مايكل سبانكس بطل ما اتغلبش قبل كده وداخل باسم وتاريخ تقيل جدا، وكان غالب وقتها أبطال تقال منهم لاري هولمز مرتين. وبالمناسبة كسبوا لما كان عمر لاري هولمز وقتها 35 سنة، والمرة التانية كسبوا لما عمر لاري هولمز وقتها كان 36 سنة، يعني قبل ما يلاعب مايك تايسون في عمر 38 سنة. وعلشان كده الجمهور كان فاكر وقتها إنها هتكون حرب طويلة، فجهزوا فشارهم وقالوا يلا نتفرج في مسلسل جديد هيبدأ اسمه صراع العروش، جيم اوف ثرونز يعني. لكن أول ما الجرس ضرب تايسون ما تفهمش كان وراه حاجة ومستعجل ولا كان حد ضايقه شوية قبل الماتش. دخل زي القطر اللي خارج عن السيطرة، ضغط، إيقاع مرعب، صوت الضربات نفسها كان بيهز القاعة. سبينكس حاول يهرب، يحافظ على المسافات، يفهم حتى ايه اللي معصب تايسون، بس تفهم ايه صباح الفل، مفيش وقت للفهم. قبر شمال في الدقن بعدها قبر يمين في الضلوع كانت كافية ان سبينكس يقع. بعدها بيقف والحكم بيعد عليه، وبعدها بيدخل يكمل. تايسون هنا ضرب على الحديد وهو سخن، ما هو ايرون مايك بقى. لما سبينكس قام وتحس ان هو كانت فعلا ضلوعه متضرره، ما بقاش شايف قدامه، لسه بيضرب يمين. تايسون كسرها بهوك ما جاش، لكن كان محضر له القبر اللي بعده، قبر يمين في الدقن جاب النهيه. وقع سبينكس وتعدى عليه لحد 10، ما كانش لسه قام. 90 ثانيه بس كانت كافيه لتايسون انه يضيف للريكورد بتاعه قضيه جديده في الليله دي. وعلى مين؟ على بطل تقيل زي مايكل سبينكس. الجمهور وقتها اتجنن، الصالة كانت مولعة، في ناس كانت بتسأل نفسها طب والفشار اللي جبناه ده هنخلصه امتى؟ الماتش ده يا جماعة كان فيه حكمة حلوة قوي، مش كل المعارك محتاجة وقت طويل عشان تكسبها، أحيانا لحظة شجاعة مع حضور واستعداد كويس بتغير تاريخك كله. بس المهم تبقى جاهز لما اللحظة دي تيجي، تستغلها صح وتخليك دايما فاكر إنك بطل قصتك.